السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم مقرود النقاش تاع قسنطينة. سي اون فاريتي من مقرود الكوشة، مي يختلف شويه في لي زانغريديون في طريقه التحضير. حاجه ما شاء الله. سي فغي يدي اليد. لازم كي ديريه من الصباح للعشيه وقادره تجيبيها توت لا جورني وانتي معاه. من الله يبارك، النتيجه هايله هايله هايله. تبعوني، راح نعطي لكم توت لي زاستوس ان شاء الله باش ينجح لكم وباش يجيكم النقش مليح. تبعوني مليح. نحتاجو فارينة كيلا غير ربع فارينة باردون. نحتاجو 2 كيلات دقيق. الدقيق يكون احنا نعيطولو في قسنطينة فرخ، معناتها نحيولو الحبة الخشينة يكون شوية رطب، ماشي متوسط كيما اللي نديرو به البراج، اقل منه. نحتاجو السمن ولا الزبدة ولا تخلطي سمن وزبدة، ما زهر والماء والملح بيان سور باش ما يجيناش مسوس. دونك واش نديرو؟ الكيلة غير ربع تاع الفرينة هذيك نكملها بالدقيق. الكيلة تاعك كيما حبيتي، انا حنديرها بتي بلاطو. الكيلة تاعي درتها كاس برك، تحبي ديري كميه كبيره تحبي ديري بلاط بيان سور ديري كميه اكثر. علاه نحطوا الفرينه في مقرود النقاش ماشي كيما مقرود الكوشه، باسكو نحتاجوه يصم، نحتاجوه يكون نقدروا نقشوه من بعدا، باسكو مقرود الكوشه كنت تنقشيه سي با ايفيدون. باغ كونطخ كون نحطوا الفرينه يجي اسهل. ومن بعد نحطوا 2 كيلات من دقيق كيما تشوفوا هكا ونخلطهم مع بعضها. انسويت نزيد السمن تاعي. انا هنا خلطت سمن وزبده، تحبي ديري زبده صافيه تحبي ديري سمن صافي كيما حبيتي. هما الله الحراير تاع بكري تاع قسنطينه يديروه بالزبده الحره، يديروه بزبده البقرات يجي ما شاء الله. مي على بالي زبده دركا شويه غاليه، سوفون نخلطوا سمن وزبده ولا نديروا سمن صافي. وبداي بالسي كيما راني ندير هكا بيديك، شوفي كيف راني نحك فيه، حكي حتى يولي شغل مبلول، ميم يشانج ان بو دو كولور، او ليو يكون جون هنا فونسي او يولي شويه فيغ لو كلير، يولي شويه ميم فيغ لو بلان. حكي حتى يولي ميم كي تحبي تشكلي كره يتشكل. هذه هنا رانا نبسو فيه. شوفوا كيف بدات لا كولور تولي بلو كلير. كنت كملي ديري بزاف ويولي حتى يولي بيض بريسك. نحطوا شويه ملح، ما نكتروش ماشي كيما نديروا الكسره، نحطوا نقولوا نص الكميه اللي مالفين نديروا الكسره، مي باش ما يجيناش مسوس. وهنايا الكيله نحط مزهر، نص الكيله نديرها مزهر، ومن بعد نكمل الباقي بالماء. ما نكملش كلش بالماء باسكو مانيش سور باللي راح يدي الكيله كامله. نعمر حتى الكاس غير ربع بالماء، دونك نص الكاس بالماء زهر، ونكمل شويه حتى الغير ربع بالماء، ونبدا نزيد بالعقل وما نعجنش، نخدم غير بصوابع يديا. سي تري امبورطون، ما لازمش نعجنوه، هذا شغل ندخلوا برك فيه الماء بصوابع اليدين كيما نخدموا البراج. فوالا، هو كون يعود الدقيق تاعك مليح ويشرب راهو يدي الكيله ماء كامله. انتر الماء والزهر راهو كيله، مي سي با سور، دونك زيدي بالعقل. كون يكون ما يشربش ما يديها لكش كامله. على هذه قلت لكم الماء ما تعمروش الماكسيموم، عمرو حتى الغير ربع برك، ومن بعد هاني زدت الربع هذاك ونزيد بالعقل ونشوف. نأكد ما تعجنوهش، دخلوا برك في بعضها بلطف، ما تكاوش على العجينه. انا كيما تاعي هنايا ما داليش مالوغوزمون الكيله كامله تاع الماء، بقى شويه من تحت. هلا غالب ما نقدرش نجريه نردو جاري، خلاص نخليه يرتاح لمده مينيموم ساعه. هو بلوس يرتاح بلوس مليح، خليه من الصباح للعشيه حاجه فور، يعني بلوس يخليه ترتاح راهو يجي مليح. نبدا نخدم الغرس تاعي ولا التمر. نكون بيان سور نقيتو، نحيت له العلف، نحيت له هذاك راسو اللي من الفوق، رحيتو. هنا راني نداوي فيه، حطيت له ملعقه ولا 2 سمن ولا زبده، حطيت له شويه جوز مرحي كونكاسي وشويه، والجلجلانيه نكون نقيتها، حمصتها، غسلتها باردون وخليتها تشيح، ومن بعد حمصتها ودقيتها شويه في المهراس ولا رحيها شويه في لاشواغ.
وحطيها. كتري شويه الجلجلانيه تجي بنينه، وبدا يخدميه عجنيه بالمزهر. ها كيما راني ندير هكا، اعجنيه بالمزهر حتى يولي طري خلاص، حتى يولي بريسك يلصق في اليدين. ومن بعد تشكليه دي بودان بالزيت. من بعد نعتلكم هنا بعد ما ارتاح تاعي لمده ساعتين، نزيد له الصبه تاع السمن، الصبه تاع هذاك ليدام تاعي اللي هي ربع الكيله. دونك في البلان الاول حطيت له الكيله كامله، والربع خليته ابري 2 اور دو طون. ها دخليه برك فيها، نبداو نشكلو. هنايا هزي اون بول، اون بون بول، وشكليه كيما راني نشكل هكاك شغل فوتوي. شوف ها خدمت فوتوي. هادو لي بودان تاع الغرس كنت خدمتهم ديجا من قبل. هزي شويه زيت في يديك وشكليهم على شكل هكا دي بودان. حطي الغرس في النص، وقفلي عليه، وابداي اقفلي عليه العجينه. شوفي كيف راني ندير انايا. دخلي مليح الغرس، ما تخليهش يخرج لك. وابداي ديري كيما هكذا حتى يلصق العجين في الغرس ويبدا يتحل مع بعضه. استعملي ديما ان تورشون فيه الماء باش تنيطواي واش يلصق من تحت، باسكو من تحت كي تزيت لو بلان دو طرافاي ما يخليكش تخدمي. دونك عاوني ديما بان تورشون بالماء، امسحي اخدمي وامسحي، اخدمي وامسحي. سي جامي جاتك صعيبه الخدمه به، جاك طري بزاف ولا، عاوني بالفارينه مي ما تكثريش، دري شويه برك باش يقدر يمشي لك برك. هذه سي جامي لا كان جاك صعيب للخدمه. هي كون ديريه في الشتاء او كي يعود بارد الحاله وخير، بصح كون ديريه في الصيف خدميه تحت الكليماتيزور دو بريفيرونس. فوالا شكلي دي بودان هكذا حوالي ابوبري 2 سنتيمتر، كيما نديرو مقرود اللوز ابوبري قد الاخر. هنايا نسيت ما صورتش حاجه قبل ما تبداي تقصيهم. هذوك لي بودان خليهم يرتاحوا يالو كان نص ساعه، علاه باش الحبه تجمد انكور بلوس، تجيك سهله الخدمه والنقشه. داكا دونك شوفي كيف هاني قصيتهم قد مقرود اللوز، ونبدا ننقش بالنقاش. كاين بزاف الاشكال كيما حبيتي. انا هذا هو الشكل المفضل تاعي، نشتي نديرهم هكذا. مي انا حنعطيك 2 و 3 موديل، وانتي حاجتك تحبي تختاري موديلات اخرين ما اختاري. هنا ما كانش مره اللي ما تعرفش تنقش، سي لا كاليتي تاع النقاش اللي قاعده ديري به. لا طحتي في نقاش مليح اي وحده تنقش، وبصح لا طحتي في نقاش ماوش مليح جيبي حتى وحده اكسبير ما تنقشهولكش. دونك خيري مليح لا كاليتي تاع النقاش تاعك. انا هذا هو الموديل اللي نشتيه انا. حنعد كان نوتر موديل ثاني. نعاود نذكر برك كوبي الغرس اني ما صورتش لا بارتي اللي هزيت شويه زيت في يديا وشكلت دي بودان وغطيتهم بالنيلون. فوالا هادي موديل اخر تاع النقشه. تقدري ديري ثاني عاون 3 موديل، وكل وحده واختراعاتها. كاين دركا حتى الله يبارك لي ينقشوهم على شكل ورده هكا، كاين نقاش سبيسيال يديرها ورده، يعني انتي واختراعاتك. ومن بعد اسنيهم في بلاطو. تحبي حطي من تحت بيبي سوفيريزي ولا ما تحطيش ماشي مهم. ولو بلوز امبورطون هذوك الحواشي اللي يبقاو لك اقفلي بيهم الحراف كامل، ساير داير اقفلي كلش. علاه باسكو يتحرقوا، النار تقيسهم بزاف يتحرقوا. ديري كلش الجوانب كامل غطيهم بهذاك الحواشي اللي بقاو لك، سي تري امبورطون. انا ندوك نكملهم بالعقل من بعد فوالا انا ندوك نكملهم بعد نولي ليهم. وغطيه، هي مقرود النقاش من افضل يبات ليله كامله قبل ما تطيبيه باش يحكم النقشه تاعو. لما كانش خليه ويا لو كان ساعه. طيبيه على 180 درجه وخرجيه.
احنا المقرود هذا تاع قسمطينة ما نشحروهش تو سويت، كي نجيو رايحين ناكلوه نهزو العسل نسخنوه شويه، نحطوا له شويه ما زهر، نحلوه شويه في ما زهر، ومن بعد نشحروه واش رايحين ناكلو. هو ما يتشحرش مع يخرج من الكوشه. هذا هو مقرود النقاش تاع قسمطينة، حاجه لوكسيوز، حاجه ماشي اي واحد يديرها لانه صعيب. الناس كلها البريفير مقرود الكوشه العادي لانه سهل، مي يعني بصح الله يبارك تروحي البلاصه وتلقاي مقرود النقاش، يعني حاجه ما شاء الله. على بالي باللي ما يديروا غير اللي يصبر له من نتيجته هايله الله يبارك. شكرا على المتابعه، وان شاء الله الى نفحه اخرى.